جايب لكم النهارده تجربة لأكلة مصرية أصيلة، فطير مشلتت بتوريقة على أبوه، وكمان فطير حلو وحادق. المكان ده غرق المنصورة بالفطير بتاعه، وبيقول إن الكواليتي عنده مميزة وبيستخدم خامات فلاحي، وفي حاجات زي السجق والفراخ هم اللي بيعملوها بنفسهم، ودلوقتي فتح في القاهرة، فأنا قلت عايشكم التجربة معايا. انا ويزو، والنهارده انا عندي توريقه. نبتدي بقى بالفطيرة المشلتتة. شايف التوريقة عاملة ازاي ومتغرقة ومتسقسقة بالسمنة البلدي. تاخد لك حتة الأول كده مع الجبنة القديمة، ويا لهوي بقى مع حتة قشطة وتنزل عليها بالعسل النحل، وهتبقى حكاية مع العسل الأسود بالطحين. حتة فطيرة مصرية أصيلة. خش لي بقى على الفطيرة الميكس، ميكس سجق وبسطرمة وكيري. الفطيرة طعمها تحفة، بس مع الصوص السبايسي خلاها في حتة تانية. وعنده فطيرة ميكس جبن من أحلى فطاير الميكس جبن اللي أنا أكلتها. كواليتي الجبن عالي قوي ومفيش حاجة طاغية على التانية. وجربت هناك برضو فطيرة فراخ نص رانش ونص سبايسي، السبايسي كان أجمد بصراحة. والفطيرة دي لما شفتها عنده في المنيو جننتني. فطيرة بالتمر والقشطة واللوز، انت متخيل الميكس عامل ازاي؟ الجمال ده تحفة تحفة بصراحة، قنبلة سعادة. وما كانش ينفع ما جربش الفطيرة اللي مش سيمبل منه، البغاشة بالسكر والحليب على قديم ومتسقسقة وغرقانة باللبن. تحفة، لازم تجرب توريقة عشان هيديك تجربة فطير مصري أصيل بكواليتي عالية. هتلاقوه موجود في الماظة بارك قدام مستشفى مصر للطيران بالظبط. يلا جوه.